مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في قناة المغرب نيوز. نحييكم أينما كنتم، ونوافيكم دائما بآخر المستجدات من قلب الحدث بكل مصداقية واحترافية. خليك معنا لمعرفة تفاصيل الخبر. أوقفت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الثلاثاء الطبيب المغربي الذي يشتبه في تورطه في جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها زوجته الطبيبة، وذلك داخل مقر إقامتهما بالمركز الترابي جماعة أولاد زباير ضواحي مدينة تازت. وأكدت مصادر إعلام فرنسية أن المشتبه فيه جرى توقيفه بمدينة نيس الفرنسية، حيث يوجد حاليا تحت حراسة الشرطة القضائية في انتظار استكمال إجراءات ترحيله إلى المغرب وفقا للاتفاقيات القضائية بين البلدين. وتعود تفاصيل الجريمة إلى صباح يوم الخميس 17 يوليو الجاري، حين تم العثور على جثة طبيبة مقطوعة الأرجل داخل حديقة منزل الزوجين بجماعة أولاد زباير، في ظروف غامضة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الطبية والمحلية. الضحية، وهي طبيبة كانت تعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازت، سبق لها الاشتغال بمدينة جرسيف، وهي زوجة الطبيب الموقوف الذي يعمل بدوره في المؤسسة ذاتها. اللافت في الواقعة أن الزوج كان قد تقدم يوم الجمعة الماضي ببلاغ رسمي لدى مصالح الدرك الملكي ببني فراس، يدعي فيه اختفاء زوجته وهروبها من بيت الزوجية قبل أن تتكشف الجريمة بعد أيام بعثور عناصر الأمن على جثتها في ظروف مروعة داخل مقر إقامتهما.